المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. نظم الشيخ عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمه الله. مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول. الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف هنا بطالب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو بمنع. أقسام حكم الشرع خمسة ترى فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب موسم، ذو النهي مكروه ومع حكم حرام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام. والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. أقسام حكم الشرع خمسة ترى فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة، المعنى يفسد في ثم إباحة هذه الخمسة. شنو أقسام حكم الشرع؟ كل حاجة في الشرع، كل تصرف، كل عمل، كل اعتقاد، كل نية، كل حركة، كل سكون عنده في شرع يصدر من الإنسان بالعاقل البالغ، عنده حكم. يعني إذا كانت بلغت وأنت عاقل كل تصرفاتك تدخل تحت الأقسام تاع الحكم الشرعي. خاطر علاش قلنا عند البلوغ؟ خاطر قبل البلوغ الصغير يثاب على الطاعة يعملها، لكن ما يعاقبش على المعصية تكلم. إنما تريد تنطبق عليه أقسام الحكم الشرعي خمسة بمجرد البلوغ. هذا يبلغ يولي يدخل تحت الأحكام الخمسة بتاع الشرع، لأن العمل بتاعه يبدأ يكون واجب فيثاب عليه، وإذا كان ما عملوش يتعاقب. واللي يكون مندوب ورغب في شرع كيف يعمل يثاب عليه وكيف ما يعملوش ما يتعاقبش. واللي يكون العمل بتاعه مباح يستغيث راسه، كان عمله ما يضر وكان تركه ما يضر. واللي يكون العمل يشق به مكروه كيف يتركه خير يحصل الثواب، هذا كيف يفعل يتحرم الثواب لكن ما يتعاقبش. ولا يكون العمل يشق به محرم، كان تركه خوف من الله يثاب وكان فعله يعاقب، وإذا فعله يعاقب. يعني كل أعمال سواء القلبية أو اللسانية أو عمل الجوارح إلا في حكم من أحكام الشرع الخمسة، لا يخرجش عن الخمسة أحكام. الأعمال القلبية كما النيات والاعتقادات والتصورات والتفكير والوسوسة وكل يعني كل ما يجي في قلبك هذاك عنده حكم عند رب سبحانه وتعالى. ثم الإنسان فيه يجي 20 آفة، الآفات فرق فيه يجي 20 آفة، هذه غيبة، هذه نميمة، هذه زور، هذه كذب، هذه كذا، هذه سخرية، هذه كذا، هذا قذف، هذا كذا، هذا كذا، يعني فيه يجي 20 آفة عند العلماء كلها كبائر من الكبائر. ولهذا أهم حاجة من أهم الأشياء المحافظة على الإنسان، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. اليوم الإنسان ما يقول به كان خير عمره ما يصرفه في الشارع، ويضمن خيره عمره ما يزنى به، يصبح حتى يتزوج بالحلال ويكون الزواج بتاعه عبادة يقربه إلى الله، ويكون الاتصال الجنسي بتاعه زي عبادة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ولو فيها أجر؟ أقل شهوة في حصل فيها ثواب؟ قال: نعم. أرأيت لو وضع في حرام أيكون عليه وزر وكان يحط بالحرام مش عليه إثم؟ قال: نعم عليه إثم. قال: بلى كيف هو خاف ربي فحطش في الحرام حطت الحلال حصل ثواب على خوف من الله سبحانه وتعالى، على خوف من الوقوع في الحرام. وقع على الزواج عبادة. ما هي ما الأقسام حكم الشرعي خمسة ترى أي تعرف. فرض، الفرض لا يعاقب على تركه ويثاب على فعله. وندب
كل ما رغب فيه الشرع، سنة مؤكدة، سنة غير مؤكدة، مستحب، فضيلة، هذا الكل يدخل في الندب، يعني أن رغب فيه الشرع لكن ما أمرش به أمر جازم. يعني الندب شنو حكم؟ المندوب شنو حكم؟ إذا فعلته تثير يثيرك رب، وإذا ما فعلتوش ما تتعاقبش. لكن أنا ضيعتك الثواب بتاعك، كيف تعمل خير؟ وكراهة المكروه، فما شيء كره الشرع منك لكن ما نهيش عليه نهي جازم. يعني إذا فعلته ما تسميش التكلف محرم، لكن كيف تتركه تثيب على تتركه خير مكروه. هلك الحاجة المكروه اتركها خير. يعني. ثم الحرام قال هو لا يعاقب على فعله ويثاب على تركه إذا كان بنية. ولذلك مثلا ما نشربش الخمر خاطر ربي محرمها، عندك ثواب على عدم شرب الخمر. كما الانسان يحصل ثواب على الواجب يقوم به، هذاك يعني رجال. كما يحصل ثواب على حاجه سلبيه، يعني على حاجه ما يعملهاش خاطر ما عملهاش خوف من الله سبحانه وتعالى، تثاب على الايجاب وعلى السلب، يعني على تعمل وعلى ما تعملش. الا تعمل اذا كان واجب ولا مندوب تثاب عليه، ولا ما تعملوش اذا كان مكروه ولا حرام تثاب عليك ان ما تعملوش. يعني لا نديك حتى الحاجات اللي هي حرمها ربي انوي التي ما تعملهاش خوف من الله، لان الله نهى عنه باش تحصل ثواب تركها، باش ما تتحرمش من ثواب تركها. هذه نيه اخرى كانوا الصحابه يجيبوا لها خبر النيه هذه، لكن احنا نقول انا شوف لكن نقول لا انا ما نشربوش خاطر حرم ربي، انا نكره الزنا خاطر حرم ربي، انا نكره الغيبه والنميمه خاطر حرمها ربي، ولا افعلها ولو نفسي تشتهيها لان ربي حرمها. كيف انا نفسك تشتهي محرم وانت تتبعها خاطر ربي حرام وتثاب على ذلك، لكن كبر حركه فيه ثواب خاطر جهد، يعني بذل جهد باش ما تورطش في الحرام. فرض وندب وكراهة حرام. ثم إباحة، المباح هو ما استوى طرفان، كان فعلته ما تبلاه وكان تركته ما تبلاه، تحب تمشي تحب تقعد تحب أمور مباحة، يعني تحب تنام تحب تاكل، هذه أمور مباحة. لكن نفس المباح ساعات تعتري الأحكام الخمسة، ساعات نفسك المباح على الزواج، وتجي حالات اللي يولي فرض، وتجي حالات اللي يولي مندوب، وتجي حالات اللي يولي مباح، وتجي حالات اللي يولي مكروه، وتجي حالات اللي يولي حرام. الزواج مباح في الاصل، الزواج مباح يجوز لك باش تتزوج، واذا قلت نقعد مده عام ولا 2 ولا 3 من الزواج ما يعقلش الشرع، شرط ما تقعش في الحرام. لكن يولي الزواج واجب علشان يخاف من وقوع في الحرام. لو كان يقع من الزواج مش يطيح في الزنا، يولي واجب عليه باش يتزوج اذا كان عنده القدره على الزواج. لا يولي يكون مندوب بالزواج اذا كان الزواج يزيدك طاعه ويزيدك يعني قرب من الله سبحانه وتعالى. زوجت امراه صالحه ترغبك في صلاتك وترغبك يعني في طلب العلم وترغبك يعني في التقوى وكذا، الزواج مندوب هذا، لانك بعد الزواج مش تصلح حالك خير، هذا المرغب فيه شرع ثاب عليه برشا. فما الزواج مباح، قال يعني نجم كيف نقعد بلا الزواج نصبر ونصوم وما نقعش في الحرام، ممكن حتى نتزوج. الزواج بالنسبه لهذا مباح، وان كان رجحان الزواج خير من رجحان العزوبيه، يعني ديما الزواج خير من العزوبيه، انما الزواج في حقها مباح. واللي يخاف لو كان يعني يتزوج ينقص في الطاعه وينقص في الحاله هذه الزواج مباح. ثاني ولي الزواج مكروه، قال اذا كان ينقص له في امور دين، يكون محافظ على الصلوات قبل الزواج جاي يضيع، خاطر ولا يدخل على الغسل يعني ولا يضيع. قال هذا الزواج في حقه مكروه. الزواج المفروض يزيد طاعه الى الله سبحانه وتعالى، ولا تبقى المراه على الدكتور تبدا نعمته بالخير. الواجب تعمل هذه مستحبه، لو هذه من السنه كانت تعمل الواجب تبقى المراه مبخلته. يعني قال الزواج كما هيك مكروه، لانه كان في حالة عزوبيه وشد التدين يعني وشد الاستقامه. وساعات يقول الزواج حرام، الزواج حرام اذا كان مش قادر على النفقه ولا مش قادر باش يأديك الواجب هذا الخير. يعني
الانسان مثلا مريض مش قادر باش يأديك الواجب خاطر كيفاش ياخذك المرأة هذيك باش يضر بها يعني باش يجعلها محبوسة عليه وهو مش قادر باش يأديك الواجب. هذا كان يقول لي الزواج في حقه محرم إذا كان مش قادر على العملية الجنسية يعني. يقول لي الزواج في حقه يعني محرم ما يجوز باش يغالط في المرأة يعني خاطر ياخذها باش يحصنها كيف هي باش تتزوج وتبقى يعني مش قادر باش يأديك احتمال يعني تفعل المنكر الله اعلم يعني خاطر لا مش يطلقها باش يسرحها وتمشي ربما تتزوج غير ويخليها عنده وهو مش قادر يعني باش يأديك الواجب هذا كاين باش تعيش يعني تعب معاه يعني وكي ما يعرفش دين واخلاق اللي يردها احتمال يعني تفلت. الرأي يقول لي زواج محرم. نعم. ياخذ فرنسا مثلا يقول لك مثلا من يدخل وياخذ من تاع العرس مع تحط على درس شهريه مثلا. الزواج المصلحيه طيب يتراوح بين الكراهه والتحريم. يتراوح خاطر احنا شفنا عده زيجات وجاوا برشا شكاوي بل تزوجوا بالطريقه هذه وشنو هي المآسي اللي ترتبط على ذلك بعد ما تقضى بالمصلحه ينقص واحد منهم وتولي مآسي وتولي مشاكل وربما امتناع عن النفقة وربما وهروب إلى غير ذلك يعني بحيث تولي مشاكل يعني كبيرة. الإسلام يحب جواز المصلحة يحب الزواج من أجل يعني بناء بيت ومن أجل طاعة الله عز وجل ومن أجل إذا كان رزقهم ربي ذرية يربيه تربية صالحة باش يكون البيت هذا يبنى في صالح الإسلام يعني. الزواج المصلحي هذا ما يدومش ما يدومش الدوام خاطر يلزم طرف المصلحة ما عادش القانون يعني تولي مشاكل تولي كذا واحنا شفنا يعني في 10 زيجات كنا هكا تنجح زيجة واحدة يدخل خاطر توافقوا عاطفيا وكذا أنا استمر كذا أما ساعات قايد زوجهم ما يعرف عليه حتى شيء إنما الهدف أن خرج الورقات وكذا وبعد الإسلام هذا هو الزواج شرعا ما يعتبرش يعني زواج يرضى عليه ربي سبحانه وتعالى مش يعقب المشاكل مش يعقب بكثير وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام وما أدى إلى المكروه فهو مكروه. سيدي فما اللي يخرج أجنبية أجنبية لا هو الزواج الأجنبية لو كان يعرف كيف ياخذ الأجنبية يقولوا له فهمت معاه أن تحب تدخل الإسلام وكذا صدق يكون عنده أجر عظيم إذا كان هي تحبه بحاجة كبيرة إلى درجة حتى كثير رغبة في الدخول في الإسلام تدخل في الإسلام ولا ترى في ذلك منها تدخل عن قناعة تامة هذا عنده أجر عظيم لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس يعني لا مفهوم لرجل أي رجل أو امرأة. المكروه تستمر عليه واللي محرم يساعد الإنسان كما الإصرار على الصغيرة والكبيرة لو كان واحد منهم يعصي معصية صغيرة في صغيرة هذه ما فيهاش عقاب كبير وشد صغير يعمل أخرى ويعمل أخرى ويعمل أخرى كله إيش يقولوا العلماء لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار اللي يصر على الصغيرة تولي كبيرة لا صغيرة مع الإصرار وقولوا لا كبيرة مع الاستغفار لو واحد ارتكب ذنب كبير لكن ما أصرش عليه وفي ساعة شعر تاني فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه مهما كبر الذنب. إذا لا كبيرة مع الاستغفار مع الاستغفار تتحال كبيرة لكن مع الإصرار على الصغيرة تولي كبيرة لأن صغيرة مع صغيرة مع صغيرة مع صغيرة تولي كبيرة. طب النظر مثلا صار الزيادة الواحد يعني يستغفر لكن ما يصدق معناها. هو العبرة بالمشمول من نيته من حاجة خارج هو المنزل هو يعني مش يكون في البصر بتاعه مش يكون في البصر بتاعه جاء البصر ساعة مع البصر قد النظرة هذه مش تضحك فيها ربي مش شرط ما تتبعهاش يعني ما تتبعهاش مش يعجبك المنظر فقط تتبع هذاك يولي في معصية. إذا عندك المنظر وقاعد تتبع يولي هذاك قصد يعني قصد سيء. أنا جيت أنت وياها قد قلب بغضية البصر بتاعك النظرة الأولى والثانية عليك الثانية اللي فيها إصرار فيها يعني شهوة أو عجبك المنظر قاعد تتبع فيه هذا راهو عليك يعني مش معك.